بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله جميله ولذيذه الكل بيحبها، وهي فعلا اكله بصراحه لما بتغيب عننا بنشتاق لها. فمعايا حضراتكم هنشوف هنعمل ايه. طبعا دي بصله، الطاسه على النار فيها قطعه من السمنه، وطبعا معاها شويه زيت، طبعا يعني دوب يسخنوا شويه. دي بصله معايا انا مقطعاها في الكبه، طبعا خدت تقليبتين، مش عايزاها تبقى لونها متغير، انا عايزاها يا دوب تدبل بالشكل ده. وبنزل بفلفل، ده فلفل الوان معايا احمر واخضر واصفر، برضو هيتقلبوا كده معايا. قطعه من الثوم المفروم برضو نزلت بيها في الطاسه، برضو هتاخد تقليبتين. كل ده مش عايزاه يحمر معايا، انا عايزاهم يا دوب يتبلوا. دول كوبايتين من الرز، انا طبعا غسلاهم وحطاهم على جنب اتصفوا في المصفى. طبعا نزلت بيهم على الخضار اللذيذ ده بالشكل ده. تقليب، هنقلب شويه يشربوا من بعض وياخدوا من نكهه، وهنزل بقليل من الماء. انا مش عايزه اسوي الرز، يعني انا عايزه نص سوا تقريبا. طبعا بهاراتي دي معلقه كركم، معلقه قرفه وجنزبيل، ملح وفلفل، على اساس انه يتبل معايا الخلطه الجميله دي، مش اكتر من كده. طبعا ودي يعني يدوب ميه قليله، انا مش عايزه اغطي الرز، لا مش عايزاه يستوي، عايزاه يبقى نص سوا تقريبا، على اساس انه ما يعجنش معايا. طبعا وقلبتهم بالشكل ده. طبعا كل اللي في الجوانب بنزله عشان ما يتحرقش مني، ومجرد ما هيبدأوا في الغليان طبعا النار هاجي مهديها شوية، مش عايزاها تبقى عالية عشان المية ما تتبخرش بسرعة معايا وياخد الرز سوا بسيط. طبعا غطيت وهديت النار، والرز معايا بعد ما استوى بقى بالشكل الجميل ده، لونه تحفة وريحته جميلة، وطبعا مفلفل يعني مش معجن. طبعا حضراتكم شفتوا دي فراخ بلدي كده، عرفتوا انا هعمل ايه. دي فراخ بلدي مغسولة متنضفة. طبعا مفيش احلى من اكل البلدي، بتبقى حاجة جميلة وطبعا مفيدة لينا، غير باقي الحاجات اللي زي البونبوناية تقريبا ما بتأثرش. فهنا طبعا دي فراخنا الجميلة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا طبعا منضفاها جدا كويس، وكنت حطاها في محلول نقع. عبارة عن ايه محلول النقع ده؟ هو بيخليها جميلة وطرية وتبقى لونها جميلة. شوية مية مع حبة سكر صغيرين وحبة ملح وعصرة ليمونة، بتقعد يعني ساعة 2 3 تبع المستطاع في التلاجة. كل ما بتقعد اكتر بتديني لون ابيض جميل، وبتديني ريحة جميلة، والزفارة ما بتبقاش موجودة نهائي. طبعا انا الخلطة دي حشيت الفراخ بالشكل ده، وكنت عاملة فرشة في الصينية ان انا اسوي عليها الفراخ. عبارة عن بطاطس، عبارة عن بصل، طبعا طرنشات، وكلهم بالشكل ده في الفرن. طبعا انا غطيتهم بورق حراري على ما استووا، شلت الورق، وطبعا دهنت الفراخ بالصلصة معلقة زيت، وبقوا معايا بالشكل الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، حاجة فخمة وروعة وجميلة ولذيذة. طبعا عملت معاهم حبتين مكرونة بالشكل ده، مكرونة محمرة عادي، بس ايه المية زودت فيها فلفلاية مفرومة مع عدد حبة طماطم صغيرين، استووا وادوني المكرونة اللذيذة دي والفراخ بالشكل ده. الف هنا وشفا. وطبعا ادي البطاطس اللي هي استوت فوق منها الفراخ، بتشرب والله يا حبايب قلبي، بتشرب من الصوص بتاع الفراخ لما بيستوي معاها، بتبقى طعمها جميلة جدا البطاطس، وجميلة ومستوية هي والبصل، وكمان الفراخ بتبقى لذيذة بالشكل اللي قدام حضراتكم. الف هنا وشفا للي يجرب.